السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم. غادي نقدم معكم البنات اليوم فطائر المخنفر اللي كيجيو رائعين البنات وخفاف. بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على الوصفه كامله ان شاء الله. فواحد الاناء البنات غادي ندير 2 كيسان تاع الفينو، 2 كيسان ديال الفورص، معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز اولا الفوريه ولا الطريه اللي متواجده عندكم. غادي ندير واحد الكيس ديال خميره الحلويات، بيضه من حجم متوسط، وغادي نضيف 2 كيسان ديال الماء وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وغادي نزيد نضيف 2 كيسان ديال الماء اخرين صافي، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات البنات حتى كيتجانسوا لي مع بعضياتهم. انا هاد المكونات هادو خداو لي فقط 4 ديال الكيسان ديال الماء. غادي نبدا كنخلط هكذا كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كندخل داك المكونات بعضياتها وكيتجانسوا لي. ثم غادي نجيب الميكسور وغادي نطحنهم بالميكسور. ما كانش متواجد عندكم البنات ديروا كلشي في المولينكس يعني في الخلاط الكهربائي، وطحنوا كلشي وديروه في شي اناء فاش غادي تخليوه يخمر. صافي هنا من بعد ما خلطته غادي نغطيه بواحد الطبسيل ولا بزيف اللي متواجد عندكم وتخليوه يخمر. هذا هو الشكل النهائي نتاعو البنات من بعد ما خمر لنا. دابا غادي نبداو هيك كنطيبو في واحد المقله اللي بغيتو كبروا ولا صغروا، المهم انا بغيتهم صغيورين هكذا. درت هاد المقله صغيره كندهنوها بالزيت بواحد الشيته، كنبقاو نديرو شويه ديال الزيت ما كنديروش بزاف، كندهنوها فقط ونكبو الخليط نتاعنا واحد المغرفه هكذا صغيره، وكنخليهم يطيبوا على نار اللي كتكون متوسطه، ماشي مجهده بزاف وماشي ناقصه بزاف. صافي ملي كتشد راسها من التحت واخا كتكون مازال جاريه من الفوق البنات كنقلبوها. بقاو معايا البنات حتى كنسالي هاد الكميه اللي عندي ونرجع معكم. صافي من بعد ما ساليت البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كندهنوهم بشويه تاع الزيت اولا العسل، المهم كل واحد وشنو كيعجبو مع شي يديرهم فرماج ولا زبده بلديه ولا مهم. انا كيعجبوني بالزيت البلديه كيجيو رائعين. غادي نفتح معكم وحتى تشوفوا كي كيجيو من داخل البنات، كيجيو خفافين وكيجيو مهويين ما معجنين ما والو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم عفوا، باش هكذا نقدم معكم كل ما هو جديد. ولي اول مره كيزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا. كنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.